السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل عشاق نادي الهلال السعودي حوالين العالم وتيفو الهلال السعودي. انتهت قبل قليل آخر مباراتين في إطار منافسات دوري النخبة دوري أبطال آسيا، مباراة كاواساكي ونادي شنغهاي شهيرة، وفاز كاواساكي ب4 أهداف نظيفة، وأيضا مباراة جوانجو ونادي كوبي، وفاز نادي جوانجو على كوبي ب3 أهداف نظيفة أيضا. وبالتالي أصبحت الصورة واضحة الآن، وأصبحنا نعلم جيدا من هي الأندية التي يحتمل أن تواجه الهلال السعودي إن شاء الله بإذن الله في الأدوار النهائية من دوري النخبة. كده وبشكل رسمي انتهت المنافسات الأولى، منافسات الأدوار الخاصة بالمجموعات. عندنا على قارة أو على الجزء الغربي من قارة آسيا عندنا الهلال السعودي، عندنا الأهلي السعودي، عندنا النصر السعودي، وأخيرا نادي السد القطري. أما بالنسبة للشق الشرقي من قارة آسيا فعندنا 4 أندية أيضا: نادي جوانجو الكوري، ونادي كاواساكي الياباني، ونادي يوكوهاما الياباني أيضا، ونادي بوريرام التايلاندي. عايز أقول لكم إن الأندية دي ما تستهونوش بيها، دول مكان على الأرض. يعني أقل نادي فيهم اللي هو ممكن نقول عليه نادي بوريرام مثلا التايلاندي، يعني ده فايز في النتائج الأخيرة بنقاط نظيفة في أكتر من مباراة. وطبعا هم سبحان الله كرة القدم عندهم مختلفة تماما. وطبعا معلوم للجميع منكم أني إن شاء الله الأدوار المقبلة واللي هتتم إن شاء الله هتكون ما بين القسم الغربي والقسم الشرقي، بمعنى نادي الهلال السعودي هيواجه نادي من الشرق، نادي النصر أيضا هيواجه نادي من الشرق، وهكذا نادي السد، وهكذا الأهلي السعودي. طيب بالنسبة لجدول الأدوار النهائية، مباراة ربع النهائي إن شاء الله بإذن الله هتكون يوم 25 إبريل المقبل، مباراة نصف النهائي هتكون يوم 30 إبريل، وأخيرا النهائي هيكون يوم 3 مايو. وعايز أقول لكم إن واضح إن نادي الهلال من الأندية اللي مكتوب عليها إن هي تخش وتطلع من مطب تدخل في مطب أكبر. إحنا بالمناسبة بعد ما نخلص دوري أبطال آسيا، واللي إن شاء الله بإذن الله أنا عندي إحساس خاص إن إحنا هنفوز إن شاء الله بإذن الله، وهناخد اللقب إن شاء الله بإذن الله. دايما هنطلع منه هندخل على كأس العالم للأندية على طول، والاستعداد لبطولة كأس العالم للأندية. طيب نادي الهلال السعودي على موعد في الأيام المقبلة، ومباراة مع أحد الأندية ال4 في القسم الشرقي. أولا نادي يوكوهاما الياباني، نادي عظيم وقوي جدا جدا. ثانيا نادي كاواساكي أيضا الياباني. وثالثا نادي جوانجو الكوري الجنوبي. وأخيرا نادي بوريرام التايلاندي. عايز أقول لكم بالنسبة لنادي يوكوهاما الياباني الوضع صعب جدا، ويمكن نادي يوكوهاما عايز أقول لكم هو آخر مباراة أو آخر مباراتين فاز بنتيجة نظيفة 1-0 و4-0، ولكن مستوى نادي يوكوهاما الياباني في الدوري الياباني مستوى غريب. يعني هو خسر في عدد كبير من المباريات في الأيام الأخيرة، خسر من نادي سانافيريس في الدوري الياباني الممتاز، وخسر من نادي ماتشيدا زليفا 2-0. يعني هو مستواه محليا ضعيف، مستواه قاريا مستوى قوي جدا، ووصل للأدوار الإقصائية. أما بالنسبة للنادي رقم 2 في الشرق هو نادي كاواساكا فرونتال الياباني، فهو مستواه أفضل شوية. يمكن هو فاز على نادي جراميوس في الدوري الياباني، فاز أيضا على سنترال كوست، تعادل مع نادي أفسيبا، تعادل مع كاشيوا، وخسر من نادي كيوتو سانجا. برضه هو مستواه سبحان الله في اليابان أقل بكتير من مستواه في قارة آسيا. عايز أقول لكم إن قليلا لما تلاقي نادي مستواه كويس في الدوري وفي قارة آسيا، وكمان في كأس العالم للأندية كمان. يمكن نادي الاتحاد برضو بيعاني من تلك الأزمة، إن هو مستواه في الدوري السعودي مستوى كويس أخيرا، ولكن هو مش موجود أصلا في دوري النخبة. فالتوازن ده أمر صعب جدا، ويمكن اتكلم عليه كتير مدرب الهلال خيسوس، واشتكى من فكرة ان كل 3 أيام مباراة او كل 2.5 يوم مباراة. ده امر ضاغط جدا، وطبعا ترتب عليه اصابات كثيرة جدا. نفس الامر بالنسبة لنادي جوانجو الكوري الجنوبي، برضه هو اغلب نتائجه تعادلات في دوري ابطال اسيا. تعادل مع نادي سون، تعادل مع نادي بوريرام، تعادل مع نادي جين بوك،
فاز على نادي اف سي انيانج وخسر من نادي فيسيل كوبي. يعني النتائج برضو مش بالمستوى المرعب اللي احنا ممكن نخاف منه. واخيرا نادي بوريرام يونايتد التايلاندي، وبوريرام يعني خبيث. هو تعادل مع جوانجو، فاز على موان ثونج، تعادل مع نادي يوني ثاني، وفاز على نادي باثوم يونايتد، وقدم أداء كويس مع نادي جوهر في دوري أبطال آسيا. إذن تعالوا كده نلخص الموضوع. أخطر الأندية اللي هتواجه نادي الهلال إن شاء الله بإذن الله هو نادي بوريرام تايلاند، يليه نادي جوانجو في كوريا الجنوبية، ثم الناديين بتوع اليابان نادي يوكوهاما، نادي كاواساكي. أنا أتمنى من وجهة نظري إن احنا نقابل نادي جوانجو بتاع كوريا الجنوبية، هو يمكن أقلهم في المستوى، هو نادي كويس جدا في دوري أبطال آسيا، ولكن مستواه في الدوري المحلي مستوى متواضع جدا، على عكس كرة القدم اليابانية اللي هي طبعا مكن وكمبيوتر على الأرض. إذن من حيث التمني أتمنى إن احنا نقابل جوانجو، لكن من حيث التوقع أنا أتوقع إن احنا هنلبس مع نادي ياباني، يعني على الأغلب إما يوكوهاما أو كاواساكي بأي حال من الأحوال. طبعا القرعة إن شاء الله بإذن الله هتكون يوم الاثنين المقبل في كوالالمبور، وطبعا نادي الهلال السعودي تأهل والحمد لله على حساب نادي بختكور بدور ال16 بنتيجة 4-1 بمجموع المباراتين. سجل رباعية نظيفة كلا من حمد اليامي وناصر الدوسري ومالكم وأخيرا سالم الدوسري. وطبعا مسألة دوري أبطال آسيا بالنسبة لنادي الهلال مسألة شخصية، ويمكن أعلن عن ده خوسيه خيسيوس إن هو الأمر بالنسبة له شخصي، هو حابب إن هو ياخد البطولة دي مع نادي الهلال، وكتب كده بالحرف الواحد أن مسألة دوري أبطال آسيا بالنسبة له مسألة شخصية. عايز أقول لكم تحديدا وإن إحنا للأسف عندنا مشكلة في الدوري، ونادي الاتحاد طبعا متصدر، ونادي الهلال مش قادر يوفق ما بين دوري أبطال آسيا ودوري روشن، مش قادر، هي كلمة وانتهى. يعني يمكن الضغط أقل بكتير على نادي النصر اللي تأهل لدور ربع نهائي بعد ما فاز على استقلال إيران ب3 أهداف دون رد، ونادي النصر قادر يمسك نفسه، يعني إلى حد ما هو متماسك. طبعا كمان النادي الأهلي السعودي قدر يفوز على الريان القطري بسهولة 2-0 وقدم مستوى جيد، أما الصعوبة كلها عند نادي الهلال السعودي. وأنا أعتقد أن احنا لازم نستغل إن شاء الله 15 يوم بتوع التوقف الدولي بعد مباراة الهلال والتعاون. أخيرا كوليبالي اللاعب السنغالي واللي بيقدم مستويات متميزة وقلب دفاع الهلال، وتم الكشف النهارده وبشكل رسمي من خلال الدكتور عبد العزيز التويجري اخصائي العلاج الطبيعي في نادي الهلال السعودي عن طبيعه اصابه خليدو كوليبالي، وان خليدو كوليبالي عنده اصابه في العضله الخلفيه، واكد ان مده غيابه هتختلف حسب شده الاصابه، ولكن من 3 أيام ممكن توصل ل4 أسابيع. وطبعا الوضع مرعب بصراحه، يعني احنا عندنا قلب دفاع غير خليدو كوليبالي، انا ما اعتقدش ان احنا هنقدر نعوضه باي حال من الاحوال. واتمنى من خيسيوس ان هو يتحرك من دلوقتي عشان يدور على حد يكون بديل يسند مكان خليدو كوليبالي. وطبعا احنا عندنا مباراة التعاون المقبلة ان شاء الله في الدوري السعودي، هي اخر مباراة هتكون يوم السبت المقبل الساعة 9 مساء ان شاء الله، واتمنى بقى ان هو يلعب المباراة دي باقل مجهود ويفوز. يعني احنا عايزين هدف وحيد بس ليس اكثر، مش محتاجين استعراض في تلك البطولة. اخيرا اشادت الصحف العربية والعالمية بمستوى ياسين بونو المتميز في مباراة بختكور الاوزباكي امس، وهو بصراحة استطاع أنه يحافظ على شباك نادي الهلال ضد بختكور بمستوى متميز، تصدى ل3 كرات خطيرة، شتت الكرة مرة وحيدة، أكمل 4 كرات طويلة، نسبة تمريراته الصحيحة 83%، وحصل على تقييم 7.5 من 10. ياسين بونو امبارح مش بس كان حارس متميز، كمان كان بيتواصل مع اللعيبة بشكل سريع وشكل فيه سرعة بديهة، وكان شاطر في قراءة هجمات نادي بختكور الأوزباكي. نتمنى ليه التوفيق في دوري أبطال آسيا إن شاء الله، وفي كأس العالم للأندية كمان. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.